السماوات ومن الأرض وملء ما شاء ربي من شيء بعد. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد من بعد الرضا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، صلاة وسلاما دائمين دائبين من ساعتنا هذه إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما ترضى بهما عنا يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين. بلغنا عند قول الحق سبحانه وتعالى في ختام سورة الأحزاب: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. ليعذب الله، الآن هذه اللام قد يظن المستمع أنها لام العلة، أي أن الله عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، ثم قال ليعذب الله المنافقين والمنافقات، وكأن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ليعذبه. لا، ليس الأمر كذلك، إنما هذه اللام اسمها لام العاقبة. يقول سبحانه وتعالى: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. يعني معقول آل فرعون التقطوا موسى حتى يكون هو عدو لهم وحزنا، أم أن هذا عاقبتهم بعدما التقطوه؟ مثل ما أن تقول لإنسان اشترى سيارة خربانة، فأنت تقول له اشتريتها عشان تتعبك، هذه ليس، هو ما اشتراها من أجل أن تتعبه، لكن أنت نظرت أن عاقبة هذا الشراء وهذه العملية التعب والمشقة. فالله سبحانه وتعالى الآن يبين أنه لما قبل الإنسان هذه الأمانة سيميز الله سبحانه وتعالى ما بين المنافقين في ثباتهم على العهد والمشركين والمؤمنين، المنافقين والمشركين من جهة والمؤمنين من جهة أخرى. لذلك هي السورة تتعرض لموضوع العهود من أولها لآخرها والمواثيق. ليش؟ لأنه في السورة في حصار من الخارج: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هذا حصار من الخارج. ثم يوجد إرجاف من الداخل. يقول سبحانه وتعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة. إذن إرجاف من الداخل وحصار من الخارج. هنا يتبين المؤمن الثابت على الحق. لذلك أول عهد أول ميثاق ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه السورة ذكر ميثاق النبيين: وإذ أخذ الله من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. ليش هذا كله؟ ليبين أن الأنبياء هم الأسوة في الثبات على المبادئ والثبات على الحق. وإذ أخذ الله من النبيين ميثاقهم، لاحظ الآن جمع كل النبيين سبحانه وتعالى: ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. ذكر أولي العزم من الرسل الخمسة، أعظم البشر عليهم الصلاة والسلام، ذكرهم الله سبحانه وتعالى الآن في سورة الأحزاب في موضوع أخذ الميثاق: ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. لما قال ومنك قدم الرسول عليه الصلاة والسلام على باقي الأنبياء، وهنا يدل على شرف المصطفى عليه الصلاة والسلام وأنه أفضل أولي العزم من الرسل. ثم لما قال سبحانه وتعالى في ختام الآية وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، أخرج الرسول عليه الصلاة والسلام من الميثاق الأخير هذا. ليش أخرجه؟ لأن هذا الميثاق أخذ أصلا نصرة للنبي عليه الصلاة والسلام من إخوته الأنبياء، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه
قال أقررتم وأخذتم على ذلك من إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا، والمولى يشهد وأنا معكم من الشاهدين. إذن الله سبحانه وتعالى أخذ من النبيين ميثاقهم أن ينصروا النبي عليه الصلاة والسلام. طيب ليش ما هو ينصرهم؟ هو الرسول عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء، فجاء عليه الصلاة والسلام مصدقا لما معهم، وهم عليهم الصلاة والسلام من المفترض أن ينصروا النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه جاء بكمال الدين وختام الأنبياء. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله سبحانه وتعالى أخذ من النبيين ميثاقهم. لذلك شوف، هو القضية كمان إيش فيها معاني أخرى أيضا، لأن الثبات على العهد يمنعه أمرين اثنين: إما رغبة وإما رهبة. الثبات على العهد يمنعه شيئين اثنين: إما رغبة وإما رهبة. لذلك شوف تجد في آخر السورة أن الله سبحانه وتعالى يقول عن هؤلاء الذين نقضوا العهد، ماذا قالوا؟ وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. ليش السادات والكبراء؟ لأن هؤلاء عندهم إما أن منحة وإما المحنة، إما العطاء وإما المنع. فمن يثبت على العهد أمام هذا الإغراء أو أمام هذا التهديد؟ يثبت المؤمن. لذلك ماذا قال فرعون للسحرة؟ قالوا له أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال نعم وإنكم إذن لمن المقربين. شوف الآن إيش الترغيب. لما آمنوا سجدوا والله لا أقطعنكم ولا أصلبنكم وكذا وكذا. يعني إما ترغيب وإما ترهيب. من يثبت في هذا الشأن؟ المؤمن. يأتيك المسيح الدجال ومعه جنة ومعه نار، يلا مين يثبت؟ هذه سورة الأحزاب تربينا على هذه المعاني العظيمة. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم. إبراهيم عليه السلام يهدد ويوعد بالقتل ويلقى في النار، وهو بين السماء والأرض أتاه جبريل عليه السلام: يا إبراهيم ألك حاجة؟ قال أما لك فلا، أما لربي فنعم، حسبي الله ونعم الوكيل. وهو يغطس في النار وإذا بالأمر يأتي من فوق السماوات: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ابنه إسماعيل يقول له أبوه: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فأثنى الله عليه قال: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد. الله أكبر. شوف أصحاب العهود، شوف أصحاب الوعود والثبات. يقول سبحانه وتعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وانظر إلى يوسف عليه السلام حينما جاءته الرغبة، الترغيب والهدايا، قال معاذ الله، والله أنا ما أصنع هذا بأهل بيت أكرموني ولا أصنع هذا خيانة لله. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. شوف الثبات عند الإغراء والثبات عند الوعيد. وانظر إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام. المصطفى عليه الصلاة والسلام في يوم حنين انجفل الصحابة عنهم لما تفاجؤوا من الكمين الذي جعلته هوازن وثقيف. ما بقي إلا المصطفى عليه الصلاة والسلام يتقدم ناحية الأعداء يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وينطلق عليه الصلاة والسلام إلى الأعداء وحده صلى الله عليه وسلم. ثبات على العهد. أنا النبي لا كذب، أنا ما كذبت وأنا ثابت على المبادئ، لما أرجع؟ فلأمضي في سبيل الله أو أقتل. ثم أخذ حفنة من تراب وقال: بسم الله شاهت الوجوه، فألقى بها فتردى ذلك الجيش. وقال الله سبحانه وتعالى له: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. حنين هذه لما جاءت خرجت بكل ما تملك لتلقى الرسول عليه الصلاة والسلام، فإما أن تنتصر وإما أن يذهب كل ما تملك. فلما انتصر عليه الصلاة والسلام
أخذ كل تلك الأموال، فرجع إلى مكة وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يقسم الغنائم. شوف الآن كيف الرسول عليه الصلاة والسلام يتذكر العهد. النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان وحده ليس له ناصر، جاءه الأنصار عند العقبة وبايعوه، ثم سألوه سؤال عجيب، قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن نصرك الله على قومك، هل تبقى معنا، ترجع معنا إلى المدينة، ولا تبقى في مكة؟ شوف هم شايلين هم. فقال عليه الصلاة والسلام: بل المحيا محياكم والممات مماتكم. وهذه نبوة، يعلم النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيموت في المدينة. فاطمأن الأنصار، فلما جاءت غنائم حنين بدأ الرسول عليه الصلاة والسلام يوزع هذه الغنائم على قريش وعلى قبائل العرب، ولم يعطي الأنصار شيء. جاءه حكيم بن حزام. حكيم بن حزام يصير خال خديجة بنت خويلد، فقال: يا رسول الله، اعطني مما أعطاك الله. قال: خذ 100 من الإبل. فراح أخذ 100 من الإبل وأودعها في الحظيرة ورجع: يا رسول الله، اعطني مما أعطاك الله. قال: خذ 100. فذهب وأودعها في حظيرته ورجع: يا رسول الله، اعطني مما أعطاك الله. قال: خذ 100. فذهب وأودعها في حظيرته ورجع: يا رسول الله، اعطني مما أعطاك الله. والرسول صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر عليه الصلاة والسلام. ثم قال له: يا حكيم بن حزام، اعلم أن هذه الدنيا حلوة خضرة ملعونة ملعون من فيها إلا ذكر الله وما والاه. فقال: يا رسول الله، شوف الآن حكيم اقتنع من تغيير المفاهيم من خلال إقناع الرسول عليه الصلاة والسلام له. قال: يا رسول الله، والله لا أسأل بعدك أحدا أبدا. خلاص أشبعت نفس حكيم بن حزام. وجاءه أعرابي: يا رسول الله، أعطني مما أعطاك الله. فقال عليه الصلاة والسلام: أترى ما بين هذين الجبلين من الشاة والبعير؟ قال: نعم. قال: هو لك. قال: أتهزأ بي؟ قال: لا، هو لك، خذه. فأخذ الناس أخذات عجيبة إلا الأنصار اللي نصروا الرسول عليه السلام ما أخذوا شيء. فبدأوا يتكلموا فيما بينهم، وقال أحدهم: والله لقد لقي رسول الله قومه. لقي أحبابه، من لقي أحبابه نسي أصحابه. بدأوا يتعاتبوا فيما بينهم. فذهب سعد بن عبادة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، إنك قد قسمت من هذه الغنائم فيما أفاء الله عليك على قريش وأقاربك وقبائل العرب، أعطيت عطايا عظيمة وما أعطيت هذا الحي من الأنصار، فقد وجدوا في أنفسهم. قال: وما أنت من ذلك يا سعد؟ أنت إيش رأيك؟ قال: أنا من قومي يا رسول الله، والله حتى أنا زعلان شوية في عتب. قال: اجمع لي الأنصار. فجمعهم في حظيرة وقال: يا رسول الله، ها هم قد اجتمعوا. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: يا معشر الأنصار، ما مقالة بلغتني عنكم ووجدة وجدتموها علي؟ قالوا: الله ورسوله أمن. قال: يا معشر الأنصار، أما أتيتكم ضلالا فهداكم الله؟ أما أتيتكم أعداء فألف الله بين قلوبكم؟ كان في أوس وفي خزرج. أما أتيتكم فقراء فأغناكم الله؟ قالوا: لله المنة ورسوله. قال: أجيبوني. قالوا: ما نجيبك يا رسول الله، المنة لله ورسوله. قال: أما لو شئتم لقلتم، فلصدقتم ولصدقتم. لقلتم: أما أتيتنا طريدا فآويناك، ومخذولا فنصرناك، وطريدا فآويناك، وفقيرا فآسيناك. قالوا: لله المنة ولرسوله. قال: يا معشر الأنصار، ما لعاعة من الدنيا تقربت بها إلى قوم حتى يسلموا ووكلتكم إلى إيمانكم وإلى إسلامكم. يا معشر الأنصار،
أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله؟ شوف يذكرهم بالوعد اللي كان في عند العقبة، قال يذهب الناس بالشاة والبعير وأنتم ترجعوا برسول الله عليه السلام. والله الذي لا إله إلا هو لو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. الناس دثار والأنصار شعار. اللهم يرضى عن الأنصار وعن أبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فبكى القوم حتى اخضلت لحاهم رضوان الله عليهم، قالوا رضينا برسول الله عليه السلام حظا ومغنما. مين ما يرضى بالرسول عليه السلام؟ الدنيا كلها في كفة ورسول الله عليه السلام في كفة أخرى. فتفرق القوم وهم يبكون رضوان الله عليهم، هذول الأنصار. فالثبات على العهود والثبات على المواثيق. لذلك شوف الله سبحانه وتعالى يقول بعدها إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم. هنا في آية عجيبة، لما قال إذ جاءوكم من فوقكم هؤلاء هم غطفان وقبائل العرب وقريش، لكن لما قال ومن أسفل منكم هؤلاء بني قريظة اليهود. طيب هذول بني قريظة كانوا متعاهدين مع الرسول عليه الصلاة والسلام، ما ذكر الله لهم عهدا هنا ولم يذكر لهم نقدا للعهد. ليش؟ لأنه لا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. تسأل واحد مجرم سؤال عتاب؟ لا، يسأل سؤال الحساب والعقاب. نعم. فربنا وكأن يعني يبين أن اليهود ليس لهم عهد في الأصل، فما في داعي نذكر عهدهم أصلا. المنافقين ذكر الله لهم عهد، قال سبحانه وتعالى ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. يعني بين وعاتب المنافقين وما عاتب اليهود، من شدة ما إن اليهود كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم لعنة الله عليهم. ما لهم عهد هذول اليهود. ثم يذكر سبحانه وتعالى عهد أمهات المؤمنين، فيقول سبحانه وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فكلهن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة. ولذلك أمهات المؤمنين هم أمهاتنا، وهم يعني نحن نأخذ من أمهات المؤمنين أكثر مما نأخذ من أمهاتنا. أمهات المؤمنين ثبتوا على هذا العهد. عائشة رضي الله عنها وارضاها اختارت الله ورسوله والدار الآخرة، فكانت تأتيها الأعطيات من معاوية بن أبي سفيان في عهده بمئات الألوف، فلا تبيت ليلة إلا وقد انفقتها. ثبات على العهد. ثم يذكر الله سبحانه وتعالى آية لم يذكر مثلها في القرآن أبدا على موضوع العهود. إن المسلمين والمسلمات، شوف يبين سبحانه وتعالى إن الرجل له دور في الثبات والمرأة لها دور في الثبات. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات إلى أن يقول والصابرين والصابرات، هذا كله ثبات على العهود. ثم يقول بعده وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذا كله يبين سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب كيف أن الإنسان يثبت على المبادئ، ما يتغير وما يتبدل مهما جاءت الفتن. ثم يبين سبحانه وتعالى العهد لكل البشرية، اللي قلنا الآية التي ذكرناها في البداية لما قال سبحانه وتعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ما ذكرت أنا وأخذها في دقيقة إن شاء الله، ما ذكرت عهد المؤمنين الذي ذكره سبحانه وتعالى في هذه السورة. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أنس بن النضر انزعج لما فاتته غزوة بدر وما كان موجود في المدينة، قال والله يا رسول الله لئن أشهدني الله مشهد، يعني معركة أخرى، لأرين الله ما أصنع، خلي ربنا يشوف أنا إيش أسوي. فكان في غزوة أحد كان أنس ما هو موجود في المدينة أيضا، فلما جاء إلى المدينة وجدها خاوية. فين الناس؟ قالوا ذهبوا للقتال في أحد. فانطلق أنس إلى أحد وقد انكسر جيش المسلمين وعاد بعضهم إلى المدينة،
وقويت شوكة الكفار، فدخل أنس بن النضر في بين سيوف الكفار، فرآه سعد قال: يا أنس إلى أين؟ فين رايح أنت؟ الناس في مقتله وأنت فين رايح؟ قال: واهن يا سعد، والله إني لأجد ريح الجنة دون أحد. فذهب فقاتل قتال المستميت يثبت على العهد، ووالله ما عرفه أحد إلا أخته من بنانه، ما في شيء، ما في علامة، ما في أي شيء. قتل أنس بن النضر يعني حتى ما بقي منه شيء. مصعب بن عمير يضرب في يده اليمنى فيأخذ الراية بيده اليسرى، فيضرب في اليسرى فيأخذ الراية بعضديه، فيقول له القاتل: أتثبت هذا الثبات وقد قتل محمد؟ فقال مصعب: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم؟ فثبت فقاتل حتى قتل. خبيب بن عدي يصلب عند التنعيم في مسجد، عند مسجد عائشة على حدود مكة، فينظر إلى هؤلاء القتلة صلبوه ليقتلوه، وبدوا يقطع فيه وصلة وصلة، وهو يقول الشعر، يقول: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. ثم يدعو على الكفار قال: اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل العهود وأهل المواثيق، وأن يثبتنا وإياكم على دينه وعلى اتباع المصطفى عليه الصلاة والسلام حتى نلقاه سبحانه وتعالى وهو راض عنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إلهنا ومولانا، إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. جزاكم الله خير الجزاء.